ومستمرين معاكم في تقديم برنامج أمسياتنا، وهذا البرنامج المقدم لجمهور الشعر والشعراء ومحبين هذه القامات الإعلامية الجميلة اللي دائما نستضيفها في إذاعة الكويت. ولا ننسى المثقفين والأدباء أينما كانوا، لابد أن يكون لنا صوت معهم ومعهم صوت لنا، لذلك يعني دائما المبدعين يعني نفرح في تواجدهم اليوم. وكما نوهنا يعني في التواصل الاجتماعي وغيرها أنه بيكون يا نظيف ضيف. لما أتحدث عن ضيف أنا أتحدث عن أستاذ وليس ضيف، أتكلم عن أديب، أتكلم عن تاريخ، أتكلم عن تجربة مليئة في الإبداعات والامتدادات من خلال عالم الصحافة. هو رجل يعني قدم وكافح وقدم الكثير والكثير، نشاطه لم يتوقف منذ سنوات. يعني نتكلم عن 78، يعني نتكلم عن يعني شو نقول من السنوات، نتكلم عن 40 46 سنة يعني تاريخ راح العمر تاريخ والله. لا زلت في عطائك وفي شبابك. بدأ نصار خمسان يمكن، واللي أرحب فيك اليوم كضيف ويانا تجربة ثرية جدا. الأول يعني خلني أعرف عليك شوي وأدخل وياك على الموضوع. أنا يعني سعيد جدا بأن تكون ويانا ضيف في هذه الحلقة، لأنك يعني إضافة لكل مكان وكل منبر، كل الساحة الكويتية. يعني أتحدث عن الساحة الكويتية بما يعني الشعر والأدب والثقافة تعتز بوجود نصار خمسان واسم نصار، شهادة نفتخر فيها الخمسان ويانا. واليوم مرحبا يا أبو خالد في برنامجكم سيات، وأهلا وسهلا بالشاعر والإعلامي الغدير يعني أمين سر ديوانية شعراء النبط ومدير ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان. حياك الله. الله يسلمك ويحييك أخوي خالد الغالي، وما في شك أني أنا أشكرك أنت ويا الطاقم الموجود، وأنت بالذات أشكرك لأنك أنت مبادر دايم بالطيب ودايم بالمبادئ السامية الكريمة، دايم تحرص على الشباب، دايم تحرص على من عرفتك بالصحافة، وأنت ما شاء الله عليك دايم حريص على غيرك. تلاميذك أبو خالد. وبعدين أنا أحييك على البرنامج هذا الناجح اللي أستمتع فيه، ومثل ما قلت لك أنا مرات بالسيارة واسمعه. يجمعك من المملكة العربية السعودية، من عمان، من أبو ظبي، من البحرين، من قطر، من الخليج، من الأردن، من كل مكان تستمتع. اللي يمشي برنامج ناجح أهنيك عليه بدون مجاملة يعني حقيقة. أشكرك وأشكر الطاقم كل أبوهم، وأشكر الخليفة ما شاء الله عليه، الأميرة مشعل الأميرة وفايز زعل وريم إبراهيم، يعني كلهم الأميرة يعني وفايز الزعل ما شاء الله. وبعدين ترى اللي يستمع البرنامج يعيش وياكم يعني يا حبيبي. وطبعا انت قدمت ناس كثيرين، يعني مرة من جدة، مرة من مدري وين، كل مكان يعني. مرة أنا استمتعت في الشيخ خالد بن عيسى. خالد بن عيسى نعم، كان ضيف حقيقة جذبني أنا، ولا عرفت أنه باحث غير الشعر يعني. نعم. وتكلم عن تاريخ. حقيقة استمتعت، وبعدين أنا واجهته وياك يعني، وثنيت عليه وثنيت عليك أنت لأنك أنت اللي جبته، الله يرحمه. وبعدين تكلم عن القصيدة اللي الشيخ عيسى اللي موجهها الكويت، صحيح، اللي انعرضت في البحرين. هذا الشيخ أحمد بن خليفة اللي عرضوها في البحرين الحين يوم جاء صاحب السمو أميرنا الغالي الشيخ مشعل أحمد في زيارة البحرين. نعم. العرض اللي قدمت اللي يقول جدي جدهم وجدي جدهم، العرضة اللي قدموها من كلمات الشيخ عيسى بن خليفة، كانت رد على الشيخ عبد العزيز سعود الصباح الله يرحمه. الله يرحمه. كانت بوقت الغزو قايلها. ودائما يعني حضرة صاحب السمو أمير مهتم، قصيدة وافية، وطبعا تحمل هي تاريخها وتحمل الإخاء ما بين الخليج. نقول البحرين والكويت، ولكن الخليج عموما يعني، خصوصا البحرين يعني. القصيدة لها آثارها وقدمت في مكانها يعني حبيبي. يمكن ذكرت قبل شوي استاذ نصار موضوع ان نسلط الضوء في برنامج امسياتنا على الشعراء وخاصه الاعلاميين، وحضرتك احق في ذلك، خاصه ان حضرتك يعني مهتم في موضوع نقول شعراء النبط. هذا الإرث العظيم، الإرث التاريخي الجميل. لما نقول الكويت والشعر النبطي شيء ما ينفصل عن بعض أكيد. فهذه أنا أشوفها أمانة ومسؤولية أنت يمكن أخذتها على عاتقك من سنوات. نتكلم عن مسؤولية شعراء النبط، وإنك شلون بصراحة تحاول تكون مع جميع الأطراف. والله إن شاء الله حنا مثل ما قلت هذه أمانة يعني. وأنا في ديوانية شعراء النبط انتسبت لها عام 1978.
طبعا تاريخ طويل يعني، منذ تأسست ديوانية شعراء النبط في 2/5/1977 في بادرة كريمة طيبة من سمو الشيخ أمير الغلوب الشيخ جابر الأحمد، كبادرة طيبة هدية منه للشعر النبطي والشعراء. طبعا ما في شك أن أن الشيخ جابر الله يرحمه كان شاعر ومحب للشعراء، وكان يجتمع مع الشعراء، وأسس الديوانية حبا للشعر وتقديرا للشعراء. نعم. الله يرحمه. وهذا يمكن هذا دليل. الشيخ جابر نعم. ويسكن الجنة. الشيخ جابر كان مهتم في الديوانية. اي والله. وبعدين الديوانية شعراء النبط تأسست عام 1977، وكان رئيس الديوانية صاحب السمو سيد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، رئيس ديوانية شعراء النبط. لا شك طبعا الشعراء يوجهون الشكر ولا يحقون الجزاء لتقديمه للشعر النبطي ودعمه للموروث ودعمه للشعراء. وطبعا الشيخ مشعل أحمد الجابر حفظه الله ورعاه حقق الكثير للشعر النبطي وللساحة الشعرية النبطية. طبعا يعود الفضل للشيخ جابر الأحمد وسمو الشيخ مشعل أحمد في تحقيق الانتشار وانطلاق الساحة الشعبية من عام 1970، كون اهتمام الحكام في ديوانية شعراء النبط والشعر النبطي كان له دور كبير في تحريك الساحة. طبعا الشعر موجود، احنا ما نقول لك لا موجود، ولكن تحقيق الانتشار. جميل أبو خالد. يعني هذا الاهتمام وهذا الاهتمام في الأدب يعود يعني الفضل لشيوخنا الله يرحم من توفى فيهم، ويطول الله عمر الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ويحفظه ويرعاه، إنه يساهم دائم حتى بالفنون الشعبية، الحفاظ على الموروث الكويتي، الحفاظ على القيمة الأدبية والشعرية. يعني من خلال يعني كثير من المنابر بين هذا العطاء وهذا يعني المحبة الصادقة لكل ما يحمله هذا الموروث يعني الشعبي الكويتي. يعني مثل ما قلت لك خالد، هن يعني اهتمام الحكام سمو الشيخ جابر الأحمد والشيخ مشعل الأحمد الله يطول عمره، طبعا كاهتمامهم في كل النواحي في الكويت، يعني كل الانشطات كل الاهتمامات الأدبية من ضمنها ديوانية شعراء النبط. نعم. التنسيق بين الشعراء يعني مهم جدا، انه يعني تجتمع جميع يمكن انواع الشعر طبعا في داخل هذه الديوانية. ديوانية شعراء النبط منذ تأسست كانت تحتها برامج ديوانية شعراء النبط تلفزيونية والإذاعية. نعم. وصنعت نجوم أو أظهرت نجوم بصراحة. طبعا ما في شك. نعم. شعراء ظهروا كثيرين. نعم. وكان ديوانية شعراء النبط في السبعينات كانت انطلاقة كبيرة، وكان الشعراء من الخليج، وكان في منافسة لحضور البرنامج مثل ما سمعت. لا غير التلفزيون. نعم. كانت القلطة يمكن يدري خالد. نعم. المحاورة الشعرية من كبار الشعراء في الخليج. قلطة الوطن. نعم. أمس تحدثنا عنها. لا بالديوانية قلطة الوطن كان أمس عندنا ضيف. لا وأنا قصد أن ديوانية شعراء النبط بالسبعينات كانوا مستور، كان ثبيتي، وهني أنا أذكر حقيقة الشاعر المرحوم عبد المحسن السيد أحمد الرفاعي أمين سر ديوانية شعراء النبط منذ تأسيسها. كان له دور كبير في ديوانية شعراء النبط، وهو من المشجعين لنا والمشجعين لي أنا الحقيقة أني أذكره بخير. وهو أديب وشاعر نبطي وشاعر فصحى ولها بريثات كثيرة، وطبعا له دور في القلطة، كان شاعر قلطة شاعر محاورة. الله يرحم السيد عبد المحسن السيد أحمد الرفاعي رحمة واسعة، كان له دور كبير طبعا في الشعر وفي ديوانية شعراء النبط. وكذلك يعني جميع اللي رحلوا قدموا الكثير، الزملاء الشعراء اللي قدموا توفاهم الله يرحمهم ويسكنهم فسيح الجنات، قدموا الكثير لديوانية شعراء النبط، وما زالت ذكراهم في كل القلوب. حبيبنا ابو خالد، وكل محبين الشعر شكرا يعني على هذا الاطراء لي، يعني زملاء سبقوك، وهذا يدل على نبلك وعلى حفاظ طبعا يعني حفاظ الزماله وعلى والله كثيرين يعني لو تذكرهم كثيرين المقدمين نتكلم عنهم ابو خالد، لكن محمد العزب وصيح العدواني وسليمان الهويدي وكثيرين يعني عامر السحلول الله يرحمه، والله كثيرين، ومرشد البذال كان له دور كبير وسليمان الهويدي وبن جمران الله يرحمه سعود بن جمران اللي هو يمكن أول ما أطلق ركن البادية في الإذاعة من عام، فرح الضمني الله يرحمه كان له دور. والله كثيرين من الزملاء وكثيرين من الشعراء، وتعرف الواحد بالعجالة يعني هذه ما يذكر أحد يعني. خالد يعني خلينا نتحدث عن تجربتك شوي. يعني في 78 بعد انطلاق ديوانية شعراء النبط بسنة أو بشهور انضميت إلى ديوانية شعراء النبط، وبعدين تدرجت يعني كشاعر متواجد في الديوانية وتعمل في الديوانية وتسعى لخدمة الموروث. في الصحافة أتوقع أنك سبقت هذا التاريخ.
طبعا صفحتي في ألوان شعبية عام 1978 بعد الوطن. 78 صفحة ألوان شعبية، وأنا كنت قلت لك مرة صح. كانت لي زاوية اسمها نبطيات في الوطن. صحيح. ومن 78 استمرت صفحة ألوان شعبية. بعد أبو خالد بعد هذا التدرج جاء 10 سنوات من العمل في يعني ديوانية كعضو لديوانية شعراء النبط، حتى يعني أصبحت في اللجنة العليا 87 10 سنوات من انضمامك أو 9 سنوات من انضمامك إلى يعني وجودك في اللجنة العليا، وهذا يدل على أن نشاطك المعهود في هذه الديوانية حتى تدرج الأمر. وبعد يعني نتكلم 20 سنة، بعد 20 سنة أصبحت أو لا أكثر من 20 يعني نتكلم عن 30 سنة أصبحت مدير أمين سر ديوانية شعراء النبط ومدير الديوانية. فهذه مسؤولية أخرى. الحين أنت صرت يعني الأساس في الديوانية في اللجنة العليا 87 أنا طبعا يتم الاختيار. نعم. من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد باختيار اللجنة العليا، وتم لا زال الاختيار. تم اختياري، وكان رئيس الديوانية سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر عسى الله يحفظه، ذخرا للوطن وللتراث وللشعر وكل الإبداع. منو كان مدير الديوانية ذاك الوقت؟ لا، كان رئيس الديوانية صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان رئيس ديوانية شعراء النبط. أنا كنت عضو باللجنة العليا اللي هي عددها 9. كان أمين السر عبد المحسن الرفاعي مثل ما قلت لك، وبعدين كان مناور الجفاوي الله يرحمه، وهني نذكر مناور الجفاوي له دور كبير طبعا في الحفاظ على الديوانية وعلى الموروث. كان أمين سر ديوانية شعراء النبط، رجل شاعر قدير بالاهتمام، أسأل الله يرحمه ويسكنه في فسيح جناته. أبو خالد يعني هذه الرحلة وهذا وعام 2017 تم تشرفت باختياري كأمين سر ديوانية شعراء النبط ومديرا لإدارتها. أبو خالد يعني هذه يعني السلسلة الكبيرة من العطاءات، لما تحدثنا أن تجربة نقتدى فيها أستاذ وأديب، وتجربة تشرف كل يعني شاعر كويتي وإعلامي كويتي. يعني دائما لما تقول نصار رقم سام مرتبط في الأدب الكويتي والثقافة الكويتية والموروث والشعر، لأن الكثير يعني يبتعد، لكن نصار يعني حب أنه يخدم بكل يعني ما أوتي، دام يعني عنده القدرة أنه يعطي، فهو موجود يعطي للشعر والشعراء وينصفهم. يعني تطور حتى في زمانكم يعني أو وقتكم تطور عدد شعراء اللي انضموا للديوانية، يعني زاد عددهم بشكل كبير. وكذلك يعني شفنا الفعاليات. أبو خالد ديوانية شعر النبط خلينا نتكلم عنها. ديوانية شعر النبط أنت راضي عن متقدم اليوم؟ أنا شفت تطوير صراحة جميل، لكن هل مكتمل هذا التطوير؟ طبعا احنا نأمل شيء الأكثر. وقدمنا كثير يعني شفت استديوهات جديدة، شفت انكم فتحتوا او قاعدين تجهزون او فتحتوا استديو اذاعي. انت مدخل على كلامك هني لا يطوفني الا نشكر وزارة الاعلام، يعني مو عشان موجود وزارة الاعلام، ولكن الشكر الوزير الاعلام عبد الرحمن المطيري على جهوده، على اهتمامه في ديوانية شعراء النبط، وعلى وكيل الاذاعة ووكيل التلفزيون، حقيقة مهتمين في ديوانية شعراء النبط. ووجه الشكر لكل الفنيين والمخرجين اللي يتعاونون ويانا. نعم حقيقة ما قصروا. هذا حق وطبعا يعني حق انكم انتم تساهمون يعني بالحفاظ وزارة الاعلام لها دور كبير في ديوانية شعراء النبط، احنا مرتبطين فيها، ودائما داعمه لوزارة الاعلام. طبعا ما في دائما داعمه لكل من يخدم يعني هذا الوطن، ان كان من خلال يعني حقيقة انا من جيت لقيت تعاون يعني من الوزير والوكيل وكل ابوهم الله يجزاهم خير، يعني من وكيل الاذاعة يوسف سرية، يستاهل دكتور والله يوسف سرية، وجه له الشكر حقيقة، وتركي المطيري جهوده يعني ووقف ويانا طبعا حبا للتراث ولدور الديوانية ولكونها تمثل الكويت يعني ديوانية شعراء النبط. نعم. وطبعا الكثيرين من العاملين في وزارة الإعلام من الفنيين. ودي أخذ رأيك أستاذ نصار في الخليج العربي والكويت في موضوع الحفاظ على التراث والشعر، يعني ما شفنا مثل هالبرنامج مستمر لسنوات في دول الخليج، أو عندك فكرة أن في شيء مشابه؟ والله أنا ما بس أنا متابع برنامجكم. نعم. خصوصا أنه وقته كان زين يعني. ومرات أنا حرص أني أسمع البرنامج. نعم. يعني يدخلك في عالم ثاني، ويدخلك في ذكريات قديمة، ويدخلك في أشياء مبدعين يعني حقيقة. بس في شعراء النبط عند دول الخليج نفس الفكرة، ولا بس بالكويت موجودة؟ أكيد أبو خالد بعد ما انطلقت ديوانية شعر النبط الكويت صار في ديوانية مجلس الشعر في يعني الإمارات، وصار في ديوانية شعراء يعني البادية أو ديوانية شعراء النبط. مثل ما قلت لك ديوانية شعراء النبط هي الأولى من نوعها الأقدم. نعم. الأولى من نوعها الأساس.
كمبنى يعني يمكن شافه خالد تراثي، يعني مبنية على شكل خيمة عربي يعني، وصرح يفتتح الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه والشيخ زايد. احنا سنة 77 تأسست ديوانية شارع النبض، كان مبناها في خيطان القديم. نعم. سنة 4/5/82 تم افتتاح المبنى الجديد في ديوانية شارع النبض في منطقة صبحان. جميل. اللي كان على شكل خيمة، كان افتتح الشيخ جابر الله يرحمه والشيخ زايد بن سلطان النهيان الله يرحمه. طبعا ذيك الأيام يعني كان لها ذكرى طيبة، ولها كان حضور. هذا بادرة جميلة للشعر أن يهتم فيه، يعني القيادات تهتم في هذا الموضوع. أبو خالد يعني عندنا أسئلة واجد وكلام واجد وكثير، ولكن يعني خلني أروح لاتصال. يعني في شخص لما درى أنك موجود حرص أني أتواجد وياك، حرص أني أتواجد وياك. قلت لها لا تكون له سلة قاسية، ترى ما أحب نقص على أبو خالد. فكلمنا يعني أخونا الغالي والعزيز جدا المستشار منصور كريدي السبيعي، يعني هذا المستشار والاسم الكبير، يعني نائب رئيس تحرير مجلة المختلف. وحب قال أبو خالد يعني له فضل على الساحة، لازم إني يعني أكلم أبو خالد وياكم وأتداخل وياكم. حياك الله يا أبو فواز، مرحبا. اهلا وسهلا يا مرحبا مستشارنا الغالي يا هلا ويا مرحبا فيك يا استاذنا الغالي. بالعكس بالعاده انا هالمره افضل اني اتصل، وانت تستاهل تتصل ويتواجد معاك. الله يسلمك وانت غالي، انت غالي يا منصور، وانت قدمت اشياء كثيره انت واخوك ناصر، يعني لكم الدور الكبير طبعا ما في شك ولا حد ينكره، يعني قدمتوا للساحه اشياء كثيره. الله يسلمك. وانت المختلف ودورها عميد الصحافه الشعبيه. الله يطول عمرك والله، وانت غالي وعزيز يا منصور، وابرك الساعات اني اسمع صوتك في هذه اللحظات الجميله الطيبه الكريمه. يمكن انا استاذ خالد واكبت العصر الذهبي يعني للصحافه الشعبيه، كانت وقتها طبعا ايام استاذ نصار وسعود الفهد وحمود البغيلي الله يذكرهم بالخير الله يرحمه. مجموعة كانت ما شاء الله يعني، لأن الصحافة الكويتية حتى في ذلك الوقت كانت لها الريادة ولا زالت. وأخونا نصار لله الحمد الله يعطيه الصحة والعافية لا زال متواصل، والآن يتبوأ مركز أو مؤسسة تعني بالموروث الشعبي. يعني الكل الآن يتأمل، خاصة بعد زيارة صاحب السمو لهالمؤسسة العريقة لتحت تراثنا، انه نهتم فيها بما يتعلق بشبابنا، خاصه الجيل الجديد. تحتاج هذه المؤسسه المخضرمه انها يعني تحتوي الشباب بنهج جديد، بتغيير جديد. ان شاء الله احنا واثقين ومطمئنين بوجود الاستاذ نصار. الله يسلمك. باذن الله يعني نتامل انه يكون في دور للشباب الاستاذ نصار في هالمؤسسه اللي تعني بالتراث وموروثنا الشعبي. وسلامتك يا ابو خالد، احنا بس من باب محبه وتقدير. الله يسلمك. ونعتقد انه واجب علينا ان نشارك في اي لقاء يشارك فيه الاستاذ نصار. شكرا لك يا مستشارنا العزيز والغالي، وهو فارض علينا باخلاقه الجميله ابو خالد يعني. الله يسلمك وانت غالي وعزيز. ابو فواز انا عندي طلب بسيط. تفضل حبيبي. يعني اتمنى انك تكون يوم ضيف وياي على الهواء ونتحدث عن تجربه الصحافه والمختلف، ونتحدث عن يعني ما شاء الله عليك قاعد تذكرنا اسماء تغيب عنا احيانا، يعني حتى المسميات يعني انت جايبها بالصحيح بمكانها الصحيح كعميد يعني الصحافه الكويتيه يعني الزملاء اللي عديتهم. فواز لا لي سالفه طويله وياك لازم. الله ابقى انسان تذوق للشعر يا استاذ خالد. وبعدين اخوي منصور احنا ما في شك، اول شيء اشكرك على اتصالك، لكني محب للشعر وداعم للشعر فقط يا حبيب. لا يكون لنا لقاء، مو لازم نتكلم عن الثقافه ودور الادب والصحافه وكتاباتك ومقالاتك وصولاتك. خير من جبتوا اليوم عندكم ضيف على اذاعتكم الجميله. الله يسلمك، يستاهل ابو خالد، نستفيد منه. احنا جايبينه، احنا يعني استدعيناه اليوم وصرينا ان يتواجد وفواز عشان نبارك له يعني على هذا التطور اللي قاعد يسويه في ديوانية شعر النبض. يعني انا عندي بعض الافكار ان شاء الله بزور اخوي نصار. لا بالعكس انه بعد البرنامج اي والله اتمنى اللي ممكن يعني ان احنا نساعد في تطويرها. يعني
اقتراحات ان شاء الله نقدمها لابو خالد لعلها ان شاء الله تثري باذن الله. والله تشرف ونستفيد منك يا منصور الغالي. كلنا البعض ويد واحده ما تصفق يا ابو خالد، لكن الحمد لله يعني اليوم انا دخولي فقط والله بالسلام والتقدير لهالاسم الجميل الراقي العريق. شكرا يا ابو فواز، شكرا على مداخلتك الراقيه والرائعه كلها. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك ويحفظكم ابو خالد. يعني هذا منصور، يعني ابو فواز المستشار منصور السبيعي يتحدث عن يعني تجربه ابو خالد، وكذلك يقول احنا نمد يد العون. ابو خالد اللي جاي يمد يد العون لديوانيه شعر النبط، هل يصير في اجتماع وتاخذون اراء، ولا عطنا الفكره بالتلفون وخلاص؟ لا بالعكس، هل يصير يعني فلان تقدم كتاب حطنا افكارك؟ بالعكس يمكن نوجدك ويانا موعد. انا دعيتهم كم مره وقلنا لهم. وبعدين هني لا شك ان في الزياره الكريمه لسيدي حضره صاحب السمو في رمضان الماضي حثنا على التواصل، على العطاء الاكثر، على تشجيع الشباب ومشاركتهم في ديوانيه شعر النبط، ونحن نسير على ما قاله حضرة صاحب السمو وأمير البلاد. ودائما صاحب السمو من بداية الديوانية وهو يدعمها إلى الأيام الأخيرة هذه، عسى الله يطول عمره ويحفظه. وحنا نمشي مثل ما قلت نشجع الشباب ونشجع كل واحد عنده أفكار نرحب فيه. أسأل الله إن شاء الله يطول بعمر سيدي صاحب السمو، يعني الداعم دائم لكل الأنشطة في وطن العزيز، واليوم يعني يقود نهضة كبيرة لهذا الوطن، فنسأل الله السداد والتوفيق له. أبو خالد ويطول عمره وفخر الوطن. أبو خالد، ديوانية شعر النبط واللجنة العليا، هل يعني اختيارها من قبلك أو لا اختيار يعني ما ترشح اسمه؟ طبعا نرشح واختيارات. طيب هل هي فعالة هذا اللعبة؟ طبعا شنو فعالية؟ كل واحد موجود في الديوانية له دور يعني، وعندنا احنا في لجنة الرقابة بعد موجود. يعني أبو خالد أنت يعني أستاذ لي وأخوي، أنا ما أشوف يعني لبعض الأعضاء أي فعالية مثلا، يعني ما أشوف لهم تصريح، ما أشوف لهم دور، ما أشوف فهل في اجتماع واتفاق بأن يكون النهج واحد؟ يعني يكتبون لما يطلع رأي يطلع مثلا باسم أمين سر الديوانية. طبعا يمكن مثل ما قلت يعني أن تكون الأفكار أو أن تتخذ الأفكار مطروح أمامك يعني، أيوة، وأنت تصرح المفيد منها يعني مثل ما قلت. وبعدين احنا هني تكلمنا عن وزارة الإعلام، احنا قد انتهينا من استديو تلفزيوني كبير عندنا. أيوة ما شاء الله اللي جاي أنا أقول لك يعني هذا تطوير يعني جميل. كلمتك استديو كامل كبير طبعا، الفضل الديوان الأميري ووزارة الإعلام ووكيل وزارة الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي العرضي يستاهل، تركي الطيري يستاهل. وانتهينا ما شاء الله شيء حديث. وطبعا غير الديكور الإضاءات جميل شفناه بالتلفزيون. وبعدين احنا قدمنا في استديو إذاعي، وطبعا شغال استديو. لا الحين ما خلصنا منه، بس لكن الدور الكبير للديوان الأميري كذلك، ووزارة الإعلام والشؤون الهندسية هني، وكيل وزارة الإعلام طبعا، وكيل الإذاعة يوسف زريع الله يجزاه خير، وكذلك الشؤون الهندسية طبعا خذوا القياسات، خذوا كل الشركات على أساس إنه ينتهون منه. يعني بيصير إن شاء الله استديو إذاعي والله كثير واستديو تلفزيوني بيصيرون كلهم متواجدين. طيب أبو خالد، عشان ما الوقت يداهمني وأنا ودي أركز وياك ببعض النقاط. يعني أبو خالد أنت ما شاء الله عليك، أنا ودي بسريع يعني تكلمني بسريع بعض الأمور. يعني عندنا لو نتحدث عن ديوانك اللي الكويت حرة في الغزو، طرحت ديوان في الغزو أثناء الغزو، طبعت ديوان الكويت حرة نصر خمسان في عام 1990 توزع مجاني على حسابك الشخصي. توزع مجاني. طبعته مطبعة الفرزدق لصاحبها عبد الله بن خميس في وين؟ الأديب عبد الله بن خميس في السعودية، في الرياض. طيب انطبعت وبعدين وزعناه. كم طبعت نسخة؟ والله حلوة 5000 تقريبا. طيب أبو خالد، هل الكلام من 90 يعني كان هذا متوزع راح يعني كان هذا دورك الرئيسي أن تعمل بجانبك الأدبي بما يساهم في يعني في تحرير الكويت؟ طبعا هذا شيء قليل حق وطننا يعني. نعم. ولكن في هذه مقالات هكذا والأحداث والشعر اللي في أبناء الكويت. طيب ديوانية شعراء النبط أو ديوان شعراء النبط في 1989 ديوانية شعراء النبط هو الأول من نوعه. طبعا جمعت فيه شعراء متعددة لا يعني مو شعر لكن نتكلم عن الديوانية.
كله عن تأسيس الديوانية، عن دور الديوانية. وفي كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابري الله يحفظه، وللشيخ أحمد الجابر ما شاء الله. شوف في صور يعني للافتتاح. طبعا الكتاب هذا من 89 للحين موجود، لأنه يحمل حلو هذه التوثيقات أيضا خالد، يعني كأنه توثيق يعني للباحث في التراث وفي التاريخ وهذه يمكن المناسبات الحلوة. شوف مشاركات يمكن رؤساء دول الخليج. نعم، واسماء عملاقة في الشعر. أبو خالد يعني أصدرت هذه الديوانين، يعني هذا الكتاب عن كل اللي سويتها أنت، عشان أنا بتكلم عنهم. أنت ما راح تسوي لنفسك ديوان نصار الخمسان الشعري، أنت سويت ديوان لديوانية شعر النبض التأسيسة، وديوان يساهم ويدفع أثناء الغزو الكويتي في يساهم أقل شيء أدبيا بإيصال صوت الشعر والشعراء. أقدر أفيدك، أنا كنت بالغزو طبعا في الكتاب، وأنا كنت في اللجنة الأمنية يعني، وكنت مسؤول عن اللجنة الأمنية الشمالية تبوك والغريات وكذا يعني. وهني نذكر كل الطيب الخليج كله، طبعا المملكة العربية السعودية وشعب السعودية، المواقف الطيبة الكريمة الجميلة، وكذلك الدور حكامنا الشيوخ اللي ما قصروا بالغزو، سواء هني الموجودين ولا اللي برا. الله حفظ ديرتنا من كل مكروه. أبو خالد، الأمسيات الشعرية أنت صرح ديوانية شعر النبض، أنا تجارب أخرى في دول أخرى كل أسبوع يسوون أمسية شعرية في مغر يعني بالشعر، مثلا المركز الثاني الثقافي، المجلس الأدبي، يعني ما يشابه الديوانية، إلا ديوانية شعر النبض غايبة عنها الأمسيات، كلش ما في أمسيات، بالرغم أن أعضائها يعني كلهم شعراء ويمثلون، يشاركوا ببرامج كبيرة. في المقابل المحاضرات الأدبية اللي تثقف الشعراء أبنائنا يعني تأخذهم الجدد، وأنها تستذكر حتى اللي ذكرتهم مساعة. شكرا لك أنك ذكرت أسماء قابت عن ساحة الشعر ولكن أعطت كثير. يعني الواجب أنه ما يكون لهم بس حلقات تأبينية وداعية، يكون في محاضرات، في شيء. طبعا هذا اللي نعمل كنا فيه. وبعدين عام 1900 أول 2019 سوينا أمسيات مهرجانات، وكنت موجود، أنت يمكن موجودين. وطبعا جت كورونا وجدت الأزمة موجودة، ولا سوينا ومسينا. وبعدين قدمنا حب الوطن، ومسيات شعرية عن الوطن كانت. سوينا مهرجان 2019 و20 وعملنا كانت أمسية بلادنا الكويت، بلادنا اللي ويا يعني ويا قطر. في أيضا فعالية 100 ليلة وليلة، هذه وينها؟ هذه صار عليها. وبعدين كان مهرجان من الإمارات، هني السفير الإماراتي قدمنا فيه مهرجان كبير، وله ما شاء الله في نية لإقامة الأمسيات. طبعا إيه. طيب سوف نحقق. عنده الإجابة. عنده والإجابة. 1000 ليلة وليلة وين راحت؟ لا، هذا 100 ليلة وليلة مهرجان وطني. نعم. على مستوى كبير يعني الدولة. احنا قلنا 1000 100 ليلة وليلة. 100 ليلة. اللي هو 100 ليلة وليلة 3 شهور. أي نعم. وكان مشرف عليه الدكتور طارق العبيد. أي وين راح هذا المشروع؟ طارق العبيد. نعم. هني وجه كان مشرف عليه، ومشتركين فيه الكثير من الهيئات. اجتمعنا وياهم، ولكن للظروف طبعا أكيد صار في غزة، وفي وفاة صاحب السمو الشيخ نواف تأجل. نعم. ولا كان على مستوى أن الديوانية داخلة فيه يعني. طبعا احنا كان عندنا مهرجان شهر 12 و1 و2، طبعا تأجل للظروف يعني. نتمنى نشوفه إن شاء الله في السنة، في آخر السنة إن شاء الله. مهرجان 100 ليلة وليلة يمكن كان على مستوى الكويت كبير يعني. يعود الأمجاد للكويت يعني، التراثي أو الشعري أو المهرجانات. طبعا يدخلها في غير الشعر، في أمور فنية فيها، وفرصة للشعراء أن يظهرون بعد من خلال الكويت يعني. الكويت ما زالت معطاءة بالشعراء. جميل أبو خالد، والله الحديث وياك والمفروض أن نخلي الحلقة 3 ساعات. الله يسلمك، وهني أكرر الشكر لكم أنتم. بعدين أنت ما شاء الله عليك جاينا مداهمنا عشان ما نسألك أسئلة. أنا جاوبكم قبل لا تسألوا. شكرا لك والله يا أبو خالد، بس أنا مستمتع أنك أنت الله يطول عمرك والله. وأنت اتصلت فيني وأنا جيتك، وديوانية كان عندنا اليوم وخليته والله. شكرا لك ديوانية يوم الاثنين عندنا. خالد أنت مطلوب في الإعلام، أنت لازم تضحي بأشياء واجد من أجل التراث والشعر والأدب، كما ضحيت في سنين جميلة من حياتك. من شهادة منك يا الغالي، الله يحفظك، وأنت لك عطاك بعد وافين، وشاكرين لكم كل أبوكم. شكرا. عساك سالم والله.